هل فينيسيوس جونيور يستمر مع نادي ريال مدريد ويجدد عقده أو يرحل هذا الصيف أو ممكن يستمر موسم آخر ويرحل بشكل مجاني؟ راح نناقش هذا الموضوع بهذا الفيديو، ولكن بالبداية أتمنى منك الدعم على هذا الفيديو باللايك بالتعليق واشتراك في هاي القناة لأني محتاج دعمكم جدا جدا. أول شي فينيسيوس ضل بعقده موسم واحد ويستطيع إنه يخرج مجاني. أنا كشخص قبل سنة أو أكثر من سنة عملت فيديو وحكيت إنه فينيسيوس راح يستمر مع نادي ريال مدريد حتى ينتهي عقده وبعدها يخرج بشكل مجاني حتى يحصل على مكافأة توقيع من النادي اللي راح ينتقل عليه فينيسيوس جونيور. فينيسيوس لحد الآن ماشي بهذا النظام أو حاط شروط لتجديده مع نادي ريال مدريد. 80% من حقوق الصور، 80 مليون مكافأة تجديد مع نادي ريال مدريد، وهي ما صارت مع أي نادي أو أي لاعب بالتاريخ إنه يجدد عقده مع ناديه وياخذ مكافأة تجديد، وأيضًا راتب عالي. الراتب نحسن إنه يتفاوض مع نادي ريال مدريد ويوصلوا على صيغة معينة لأنه حقه بياخذ راتب عالي. حقوق الصور أيضًا حقه إنه يطلب زيادة بنسبة حقوق الصور. أما إنك تطلب 80 مليون مكافأة تجديد هي ما صارت أبدًا. مستحيل الريال يرضى بهذا الشيء إنه يعطيك مكافأة تجديد، لأنه الريال إذا عطى لفينيسيوس اليوم بعد شهر وشهرين ييجي لاعب آخر مثل بيلينغهام أيضًا بيقول لك أنا بدي أجدد وبدي مكافأة تجديد، بعدها ييجي لاعب آخر كمان نفس الطريقة، فهاي راح يفتح باب على نادي ريال مدريد ما يستطيع إنه يخرج منه أبدًا. بنفس الوقت نادي ريال مدريد عطى خيارين لفينيسيوس جونيور، أما التجديد بالشروط اللي نحن وضعناها نادي ريال مدريد أو الخروج في هذا الصيف، ما تستمر معي موسم آخر وتخرج مجاني. أرسنال حاليًا أبرز المهتمين بفينيسيوس جونيور، وعم يقولوا إنه مستعد إنه يقدم له راتب عالي جدًا، جدًا، ويجعله من أعلى الرواتب بإنجلترا وأعلى راتب بأرسنال. أيضًا مستعد لدفع 160 مليون يورو لنادي ريال مدريد للتخلي عن فينيسيوس هذا الصيف، ولكن مثل ما حكينا فينيسيوس يرغب إنه يا إما يجدد مع الريال وياخذ مكافأة تجديد أو بيستمر موسم آخر لنهاية عقده وياخذ مكافأة توقيع من النادي الجديد اللي راح ينتقل عليه. أيضًا لا تقل عن 80 100 مليون يورو مكافأة التوقيع لفينيسيوس جونيور مع أي نادي آخر. فبالنهاية ممكن يصير اتفاق ما بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور، لا ريال مدريد يخسر ولا فينيسيوس جونيور يخسر. شلون؟ طبعًا أرسنال مستعد لدفع 160 مليون بفينيسيوس جونيور، فالريال مدريد بيتفق مع فينيسيوس أنت تخرج هذا الصيف لنادي أرسنال، نادي أرسنال اللي يدفع لي 160 مليون وأنت تاخذ نسبة من هاي ال160 مثلًا تاخذ 60 مليون تاخذ 70 مليون اللي هي مكافأة توقيع اللي أنت كنت تطالب فيها. هين أنت تكون كسبت هذا المبلغ وأنا باكون كسبت إني ما خسرتك مجاني وباكسب لي كمان 90 100 مليون من وراك. هين لا فينيسيوس جونيور يكون خسر ولا نادي ريال مدريد بيكون خسر. هذا أنا رأيي. أتمنى أسمع رأيكم بالتعليقات وأتمنى منكم الدعم على هذا الفيديو باللايك بالتعليق واشتراك بالقناة. سلام.